السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعيد. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة 2021. خلاص كلها أيام قليلة قوي وندخل السنة الجديدة. طبعا أنا عارفة إن كتير مننا مش متفائل وواخد موقف، خصوصا إن 2020 مرمطتنا وبهدلتنا كلنا. لو ما كانش حد فقد حد عزيز عليه فللأسف احنا اتأثرنا في شغلنا جامد. فالموضوع يعني كلنا للأسف خارجين منه متأثرين، سواء بقى بشكل مادي، سواء بشكل معنوي، سواء بشكل نفسي. المهم ان احنا كلنا خارجين بخسارة، سواء كانت قليلة او خسارة بسيطة. بس ده مش معناه ابدا ان احنا نستقبل السنة الجديدة بنظرة كلها تشاؤم، وان احنا خلاص بقى وبيقولوا في موجة تانية وفي موجة تالتة. لا، احنا هنكسر الاسطوانة القديمة، اسطوانة الويندوز اللي في دماغنا ديت، هنكسرها كده ونرميها في الباسكت ونبدأ نعمل برمجة جديدة لدماغنا. طب ازاي في كل الظروف اللي احنا فيها دي ونعمل برمجة جديدة؟ لان انت الخسرانة لو انت خليتي دماغك على السيستم القديم متبرمجة على اللي حصل لك في 2020، فالموقف هيبقى صعب جدا. السنة الجديدة هتبدأ من اولها كده صعب عليكي. لا، احنا هنحسن الظن بالله، هيبقى ثقتنا في ربنا ان شاء الله كبيرة. هنبدأ نحدد أهدافنا اللي احنا هنحاول نحققها في 2021. طب ده أنا أصلا في 2020 ما قدرتش أحقق يعني 30% من أهدافي، إن هي كلها اتدمرت، مش قادرة، ما طلعتش منها بحاجة. مش مهم، في ظل الأزمة العالمية اللي كل الدول مرت بيها، إن انت تحققي 30% من أهدافك، ده على فكرة مش حاجة قليلة ومش حاجة بسيطة. انت كده برضو أنجزتي. عشان تبقي فاهمة، ابدأي حطي اهداف، مش لازم اهدافك تبقى كبيرة قوي، زي ان انا خلاص انا ان شاء الله السنة دي هحاول ان انا استعد علشان يبقى عندي فيلا بدل الشقة، انا عايزة عربية، انا عايزة موبايل جديد. مش لازم كلها تبقى حاجات كبيرة. انا عايزة الكارير بتاعي يتغير في الشغل. مفيش مشاكل نهائي ان انت تحطي لستة الاهداف بتاعتك. لو عايزة حتى تطلعي للقمر مفيش مشكلة، بس اهم حاجة ان انت برضو تركزي على شوية اهداف كده تحسي ان انتي تقدري توصلي لها. على فكرة هي برضو اهداف مش سهلة. يعني انا مثلا مش هغير الكنبة احطها في مكان تاني، ولا الكرسي، فانا كده عملت مهمة ولا انجاز في 2021. انا بتكلم في المطلق، بس انا طبعا بتكلم يعني تحديدا عن 2021، لان خلاص كلها ايام قليلة جدا وداخلينها. فلا، هنا ممكن اقول السنة دي من ضمن اهدافي ان انا اقلل عصبيتي شوية مع ولادي، ان انا احاول اتغير واغير من نفسي في سلوكيات كتير. هبطل اتكلم عن فلانة بشكل وحش وهي مش موجودة. هحاول اغير من ستايل لبسي مثلا، هحاول التزم شوية، هحاول ان انا يعني ادي ولادي وقت اكتر، العب معاهم، اهتم بيهم، اركز معاهم وقت اكبر. هحاول ان انا احفظهم جزء مثلا كبير من القرآن. كل دي على فكرة انجازات واهداف. انت ممكن تخرجي من السنة محققة 50%، 70%، 80%، مفيش مشكلة خالص. انت برضو كده نجحتي في انك تحققي بعض من اهدافك. طب وبقية الاهداف ارميها في الباسكت؟ خلاص خلصت، ما هي اهدافي انا عايزة احققها برضو. لا، هي ما خلصتش. وعلى فكرة الاهداف اللي انت ما قدرتيش تحققيها السنة اللي فاتت، انت بتاخديها وبتحطيها في مقدمة الاهداف اللي انت ناوية تحققيها في السنة الجديدة. مفيش مشكلة خالص ان الاحلام تتأجل شوية، بس اهم حاجة ان احنا يبقى عندنا حلم مصدقينه، عندنا حلم مأمنين بيه. لان كل الحاجات اللي انتوا شايفينها قدامكم في الواقع دي، اللي انتوا شايفينها انجازات وحاجة كبيرة ونجاحات عظيمة، هي في البداية كانت مجرد فكرة، او قبل الفكرة هي كانت مجرد حلم كده بيراود الواحد، وبعد كده ابتدى ان هو بالتدريج يبقى فكرة عمالة راحة جاية تشغل دماغك وتفكيرك. وبدأ بقى العقل يتبرمج ان هو ازاي يقدر يوصل للفكرة دي، ازاي ينزلها على ارض الواقع، ازاي كده ناخد الفكرة اللي هي موجودة على سطح القمر وننزلها على سطح الارض ونقدر نحققها. احلموا، ثقوا بالله، فعلا يعني انا عند حسن ظن عبدي بيه. فاحنا لو وثقنا في ربنا واحسننا الظن، صدقوني ربنا عمره ما هيخيب ظننا. احنا لازم نتغير من جوانا، لازم نحاول ننجح في اي حاجة حتى مهما كانت بسيطة. مجرد النجاح ده هيحسسك قد ايه انت مبسوطة، هيديكي دفعة جديدة ان انت تحققي اهداف اكبر واكتر. يبقى احنا زي ما احنا قلنا كده هنتفق هنعمل ايه السنة دي.
هنبدأ نكسر البرمجة القديمة اللي كلها بقى تشاؤم وبهدلة ومرمطة اللي احنا خرجنا بيها من 2020، ونبدأ نحط برمجة جديدة، ونكون واثقين في الله، ونكون عندنا حسن ظن بالله. وصدقوني صدقوني اللي جاي احسن ان شاء الله، بس احنا نتغير من جوانا. كل سنة وانتم طيبين.